ازيكم عاملين ايه طلاب الصف الاول ابتدائي؟ النهارده هنشرح يونت 3 الوحده الثالثه بعنوان I love my family، انا احب عائلتي. هنبدا النهارده في lesson 1 who is my family، مين عائلتي، او نتعرف على افراد العائله. ركز معايا، عندنا كلمه عائلي دي يعني my family. my family. عندنا بعد كده اب يعني father. mother. mother. اخ brother. اخت sister. الوالدين parents اللي هما الأب والأم. جدة جد grandfather. جدة grandmother. عندنا بعد كده extra vocabulary كلمات إضافية. عندنا صورة picture يظهر show يشير إلى point to بالتأكيد sure. نكمل عندنا البوب كويز بيقول لك ايه، قاعد ترتيب الحروف. طبعا دي أخت sister نكتبها، mother، عائلة family. عندنا جزء listening and speaking اللي هو المحادثة بتاعتنا ديت نركز فيها. عندنا هاي سارة، أهلا سارة. قالت لها هاي مايا، أهلا يا مايا. who is this، من هذا. مايا point to the picture، يعني مايا بتشاور إلى الصورة. طيب تعالى نكمل. قالت this is my father، إنه والدي، and this my mother، دي أمي. they are my parents، هما بيكونوا والدي. طيب بعد كده قالت oh nice do you have any brother، انت عندك اخوات. كمل اللي عندنا. قالت لها yes I have one brother، عندي اخ واحد. cool I have two sister، انا عندي اتنين اخوات بنات. can you show me their picture، ممكن توريني الصور بتاعتهم. نكمل عندنا. قالت sure I will show you picture of my whole family، هوريك صورة لعائلتي. وطبعا الصورة عندنا تحت. طيب عندنا جزء السكيلز نركز فيه قوي. عندنا who is this، من هذا أو من هذه، وبنجاوب عند الإجابة بنقول this is my، وبنكتب اسم الشخص. يبقى احنا عندنا who is this من هذا، وبنجاوب بنقول this is my. طيب قالت لها who is this من هذا، قالت لها this is my mother، إنها أمي. طيب طبعا عندنا who is this هي اللي who is، تمام، ده الاختصار بتاعها. نكمل عندنا كلمة this is my، بكتب اسم الفرد، أو ممكن أقول they are لو هما جمع، مثلا زي عائلتي أو الفاميلي أو parents. they are my parents يعني عائلتي. هنا this is my brother، أخ واحد، عشان كده استخدمنا اسم. طيب نكمل عندنا في سؤال do you have any، بكتب اسم الحاجة اللي دي، مع هل لديك مثلا إخوات، وبجاوب عنها ب yes I do أو no I don't. طيب نكمل هنا البوب كويز. عندنا who is this، طبعا كان هنكتب كلمة this، ده السؤال بتاعنا من هذا. رد علينا قال this is my grandfather، هذا جدي. هنا بيقول لك هتبقى who is this، هنا هنكتب كلمة who عشان بنسأل عن شخص عاقل، يبقى نقول this is my father، هذا والدي. بعد كده نكمل. عندنا who is this، طبعا this is my mother عشان مفرد قلنا is. who is this من هذا هتبقى this is my sister. طيب نكمل عندنا. بيقول لنا في جزء اللي تشوز اختار الإجابة الصح. عندنا this is not my father، father ده مفرد يبقى is، يبقى نختار is. I have to، طبعا اتنين يبقى جمع، يبقى ناخد sisters اللي فيها is. are my parents، والدي، طبعا هنا جمع يبقى they are. طيب نكمل. عندنا هنا جزء الرايتنج ده بنكتبه زي ما مكتوب. نخش على الاكسرسايز lesson 1. هنا بيقول لك شوف الإجابة الصح أو الصورة، لو قدامها صح نعمل صح، ولو الصورة غلط هنعمل غلط. This is my grandfather، ده جدي، طبعا دي صح. رقم 2 this is my sister، دي أختي، طبعا غلط، ده ولد. طيب نكمل عندنا بيقول this is my family، دي عائلتي، طبعا صح. this is my father، هذا بيكون والدي، تمشي ان هي ايه والده father. طيب نكمل.
اختر الإجابة الصحيحة. تقى is my، تقى دي بنت يبقى sister أختي. my father mother and sister are my، أبويا وأمي وأختي دي يبقى دي عائلة family. is this ال grandfather، طالما قال شخص عاقل يبقى اسمها who is this، من هذا. طيب نكمل عندنا. this is my، طبعا عايزين حاجة مفرد عشان قال is يبقى father. they my parents، طبعا parents هنا جمع يبقى نختار are. طيب نكمل عندنا. هنا بيقول لك ايه، اكتب الحروف اللي ناقصة. هنا كلمة father نكملها، وهنا family، وهنا grandmother. طيب هنا عندنا بيقول لك أكمل complete، تختار من فوق. عندنا أول حاجة this is my، تبقى نختار من فوق family، نكتب family. this is my sister يبقى نختار من فوق sister. طيب نكمل بعد كده. دول parents الوالدين، ودي grandfather اللي هو الجد، وgrandmother اللي هي الجدة. طيب عندنا جزء التوصيل نركز شوية فيه. this is my brother أخويا يبقى نوصلها بالأخ. this is my grandmother جدتي، طبعا جدته نوصلها. I love my family عائلتي يبقى هنوصلها بعائلته. طيب نكمل عندنا. هنا بقول لك رتب، هتبقى this is my father، this is my father هذا والدي. طيب نكمل عندنا. who is this، من هذا، اسمها who is this. طيب تعالوا نكمل عندنا جزء الفوناتكس اللي هي أصوات الحروف. هنا جاب لنا حرف ال N، طبعا ده ساوند سهل. عندنا ألف يعني نوز، رقبة نك. عندنا شبكة صيد نت. عندنا ممرضة نيرس. عندنا مسمار نيل. تاني أنف نوز، رقبة نك، شبكة نت، ممرضة نيرس، مسمار نيل. نكمل عندنا حرف البي أو الساوند بي. عندنا قلم رصاص بنسل، بنسل. بيتزا، بيتزا. بغبغان باروت، باروت. بطاطس بوتيتو. حيوان الباندا باندا. طيب نكمل عندنا. بيقول لك ضع دايرة حول الأشياء اللي تبتدي بحرف ال N، يعني الكلمة اللي بتبتدي بحرف ال N. طبعا مازر متنفعش، مسمار نيل تمام، شجرة تري متنفعش، شبكة نت تنفع، نملة أنت لأ، يبقى رقبة تنفع. يبقى تحط دايرة على حوالين الحاجة اللي بتبدأ بحرف ال N. تمام. نكمل عندنا. هنا بيقول لك ضع دايرة حروف التكملة. هنا بوتيتو ده حرف البي ساوند بي، نوز حرف الN، باندا البي، والبيتزا بي، بيتزا. طيب نكمل عندنا. هنا باباغان يعني باروت، قلم رصاص بنسل، رقبة نك، شبكة نت. طيب ده جزء الرايتنج نكمله. نخش على جنرال اكسرسايز ليسون 2. عندنا تكملات الحروف، طبعا دي سهلة. أنف نوز، الباندا اللي هو حيوان الباندا، رقبة نك، مسمار نيل. طيب نخش بعد كده على الايه true or false، الصح والغلط. this is my pencil ده قلم رصاص، طبعا غلط. this is my a nurse دي ممرضة، طبعا صح. it's my neck رقبتي، طبعا صح. it's a parrot بغبغان، صح. طيب نكمل عندنا بقية الحل. عندنا بقول لك ضع دايرة حول الايه الصح. مسمار نيل يبقى معي دايرة. باندا اللي هو حيوان الباندا. عندنا الشبكة صيد نت. طيب نكمل بعد كده. عندنا تكملة أو الترتيب. أنف نوز، بيتزا اللي هي بيتزا، رقبة نك، قلم رصاص بنسل. نكمل. This is my nose إنها أنف، طبعا نختار من فوق نوز. This is my pencil إنها قلم رصاص يبقى بنسل. نكمل. عندنا رقبة نك، عندنا مسمار نيل، أغبغان باروت، بيتزا يعني بيتزا. هنكمل بعد كده التوصيل، يعني توصيل الكلمات. عندنا رقبة نك، طبعا تعالوا نوصلها. عندنا شبكة صيد نت، أنف نوز، وحيوان الباندا اللي هو ايه الباندا. طيب نكمل عندنا اللي هو كوبي، انسخ الجملة تكتبها نفس الجملة بخط حلو، تبقى this is my neck، هذه تكون رقبتي. طيب عندنا رقم lesson 3 بيتكلم عن ايه الأعداد النمبرز.
وده درس سهل خالص. عندنا واحد يعني 1، اتنين 2، تلاتة 3، أربعة 4، خمسة 5. طيب عندنا بعد كده اكسترا فوكابلري، كلمات إضافية. حائط تحت وول، طبعا حرف ال A لو جه ورا دبل ال بيتنطق O. عندنا زهرة فلاور، من فضلك بليز، يعد كاونت. عندنا شكرا ثانك يو. طيب نكمل. عندنا هنا بيقول لك شوف العدد ووصله، تعمل دايرة عليه وبعد كده ثم ايه توصله. طيب طبعا دي وردة واحدة فهنختار اللي رقم 1 وهنوصلها اللي هو بإيد واحدة. طيب دي وردتين يبقى نختار رقم 2 ونوصلها برقم 2 أو اللي عامل إيده مرتين. 3 3 يبقى هنوصلها بالرقم بتاعها. 4 4 يبقى نوصلها هنا، دي 5 وردات يبقى 5 ونوصلها برقم 5. طيب نكمل. هنا بقول لك إيه، اكتب الأرقام الناقصة. طبعا هيمشي نفس الترتيب، هتبقى 2 3 4. طيب نكمل. عندنا هنا جزء listening and speaking، وهنا في conversation محادثة عندنا، تعالوا نسمعها ونشوفها. يلا بينا نكمل. اهو how many boxes do you have، كم عدد الكتب اللي عندك؟ قال له let's see، تعال لما ايه خلينا نشوف. 1 2 3 عد. قال له there are 3 boxes، 3 كتب. عمر point to a picture on the wall with some flowers، بيشاور عمر، بيشاور على الصورة اللي فيها زهور. قال له ايه can you count the flower، تقدر انك تعد الورد؟ تعال نشوف رد عليه. قال له اوكي 1 2 3 4 there are 4 flowers، عد الورد طلعوا 4. what else can you see، انت شايف ايه تاني؟ قال له there is one sun، شمس واحدة. وهنا قلنا is عشان الشمس مفرد او حاجة واحدة. آه علي رد عليه look I have 5 apples، انا عندي 5 تفاحات. do you want one، عايز واحدة؟ قال له yes please، ايوه من فضلك. I have one apple now thank you، بقى معايا ايه تفاحة واحدة دلوقتي. طيب عندنا جزء السكيلز وقلنا نركز فيه جدا. هنا بيتكلم عن المفرد والجمع. طيب هو درس سهل خالص. عندنا المفرد اللي بنقول one، ممكن اقول one apple او one book او one اي حاجة مفرد تبقى one. وطبعا المفرد مش بنحط له اس، لكن الجمع بنحط له اس. الجمع هم اكتر من واحدة، يعني لو عندك 2 او 3 او 4 او 5 فهم جمع. يعني اقول 2 apples يعني تفاحتين، يعني هم جمع فحطينا اس. 3 بوكس، طبعا حطينا اس كلمة بوك عشان خاطر 3 3، فلو عندنا اكتر من واحدة تبقى جمع. طيب نكمل. عندنا there is و there are. طيب طبعا احنا عارفين ان there is دي للمفرد و there are للجمع. there is تستخدم معاها ال a او ال an او ال one عشان بيدلوا على المفرد، يبقى there is one bag، شنطة واحدة. there are 3 books، في 3 كتب. طيب نركز هنا نكمل. هنا الأشياء، السؤال عن عدد الأشياء اسمه how many، كم العدد يعني how many. نخلي بالنا ان how many دي بيجي وراها اسم جمع، اسم جمع فقط. how many books، لو خدنا بالنا كلمة بوكس جمع. do you have، رد عليه قال له I have 4 books، عندي 4 كتب. how many butterflies are there، رد عليه there are 2 butterflies، في فراشتين. طيب هنا can you، هل تستطيع. كلمة can you هل تستطيع انك مثلا ايه count، هل can you count the flower، تقدر تعد الورد؟ قال له okay they are 5 flowers، 3 وردات، 5 وردات. طيب نكمل هنا التشوز. نقط I not one brother، أخ واحد. يبقى هنا هنقول مينفعش أقول I am one brother، أنا أكون أخ واحد، لأ. هنا عايز أقول أمتلك، يبقى I have one brother، أنا عندي أخ واحد. عندنا كلمة have أو has معناها يمتلك. how many are there، يبقى how many flowers، احنا قلنا how many بيجي وراها جمع. there are تبقى كلمة flowers آخرها s، يبقى احنا هنقول 3 جمع. تبقى can you count the books، تقدر تعد لي الكتب. طبعا ده جزء الرايتنج. نخش على الجزء المهم عندنا جين اكسرسايز. عندنا I have 3 books، 3 كتب، طبعا دي صح. there is one sun، دي شمس، طبعا غلط. طيب نكمل. عندنا هنا بيقول لك I have two، طبعا 2 يبقى جمع، يبقى rulers.
you count the flower تستطيع يبقى can you. I have book كتاب واحد يبقى one. I can count أقدر إن أنا أعد to number 5 أقدر أعد لحد 5. نكمل عندنا how نقط apples اسمها how many كمل عدد how many apples do you have. طيب نكمل عندنا 2 يعني 2 طبعا دي نكتبها نرتب الحروف المتلخبطة 4 4 3 3. نكمل عندنا I can count نختار من فوق كلمة count أستطيع العد. it's an apple إنها تفاحة نختار من فوق apple تفاحة. طيب نكمل بعد كده عندنا 5 5 وعندنا 3 3 وعندنا 1 يعني 1. طيب عندنا التوصيل ماتش هنوصل تفاحة واحدة يبقى هنوصلها برقم 1. هنا 4 كور يبقى هنوصلها برقم 4 وهنا 5 نجوم هنوصلها. طيب نكمل عندنا بيقول لك عد وايه واعمل دايرة على الصح. طبعا هنا في 2 كارز عربيتين نعملهم دايرة على الاتنين. عندنا هنا ضمات لو جينا نعدهم هيطلعوا 5 يعني هيبقى 5 دول 4 يبقى 4. طيب نكمل عندنا هنا كتاب يعني بوك وهنا يعد كاونت وهنا 2 يعني 2. تعالوا نشوف الدرس الرابع فراتكس برضو. عندنا حرف الاتش حروف سهلة خالص وعندنا كلمات سهلة. عندنا شعر هير هير حصان هورس هورس قبعة هات هات اليدين هندس هندس منزل هاوس. طيب نكمل عندنا السور التاني لتر دي. عندنا باب يعني دور دور كلب دوج طبلة درام بطة دك دمية دول أو دول. نكمل عندنا الحروف الناقصة شعر هير حصان هورس هنا طبلة ترامب يد هاندز. نكمل عندنا كلب يعني دوج دوج عندنا قبعة هات طبلة ترامب حصان هورس. عندنا باب يعني دور حصان هاوس يعني منزل. عندنا بطة يعني دك. تعالوا نكمل بعد كده ده جزء الايه الرايتنج. نخش على جنرال اكسرسايز. نكمل عندنا كلمة حصان هورس نكتب حروف الناقصة. كلمة دور وهنا دول يعني دمية ودرام يعني الطبلة. طيب نكمل بعد كده true أو false صح أو غلط. نقرأ الجملة كويس ونركز. it is a dog هذا كلب طبعا دي صح. my hair is yellow شعري بيكون أصفر طبعا هتكون صح. ركز في الجمل وانت بتقرأها عشان تعرف تحل. نكمل عندنا بعد كده بيقول open the please هتبقى open the door افتح الباب. cats and not are nice animals طبعا كلمة animals يعني حيوانات. ايه اللي عندك من حيوانات تبقى dogs. I have two طبعا عايزين حاجة يجمع يبقى هندس عشان اللي عندنا two. نكمل عندنا كلب يعني دوج بطة دك منزل هاوس. طبعا هنا في غلطة تعال نصححها. الكيبورد ده كان كتبها لوحده هنا مكتوب هورس مش هاوس فاحنا هنصححها بس كده. طيب نكمل عندنا يبقى منزل هاوس تمام. نكمل عندنا بعد كده جزء الكومبليت. عندنا بنختار I can play that طبعا دي درام نختار درام. This is my house المنزل. طيب نكمل عندنا نفس الكلام هنكمل الكلمات الناقصة. الكلمة نكتب معناها رام وعندنا بطة دك حصان هورس باب دور. جزء التوصيل هنوصل. عندنا أول حاجة كلمة هات يعني قبعة دوج كلب. عندنا درام اللي هي الطبلة وعندنا شعر اللي هو هير. طيب نكمل عندنا اللي هو انسخ الجملة. عندنا نكمل هنا هتبقى الجملة بتقول it's my dog إنه كلبي. طيب عندنا نشوف الجنرال اكسرسايز على اليونت دهوت على اليونت 3 ده الامتحان عليها. عندنا ممرضة نيرس كلب دوج حصان هورس بغبغان بارود. طيب بيقول لك حط صح أو غلط. this is my sister دي أختي طبعا دي غلط.
I have one brother، أخ واحد، طبعا هو واحد في الصورة. I can count، أقدر أعد، طبعا صح. نكمل. بقول لك اقرأ واعمل دايرة على الصح. This is my، طبعا دي grandmother، جدتي. I have، طبعا sisters، اخوات. There are، طبعا نعد الكتب، ضمت 4 يبقى 4. طيب نكمل. عندنا بيقول لك اختر الإجابة الصح. what this is، قال له my sister، يبقى اسمها who is this، طبعا سؤال عن العاقل بنستخدم whom، من هذا. they are 5، طبعا 5 دي جمع يبقى نختار apples اللي فيها s. is my father، يبقى اسمها this is عشان مفرد. نكمل. عندنا how many بيجي وراها جمع يبقى boxes. this هتبقى is عشان brother أخويا مفرد. I see 3، طبعا عايزين جمع يبقى birds. طيب نكمل. عندنا عائلة family، بغبغان بارot، عندنا duck يعني بط. طيب نكمل. عندنا بعد كده جزء الترتيب، رتب الحروف. عندنا brother يعني أخ، وعندنا حيوان باندا، mother، باب دور. طيب نكمل. عندنا بعد كده there are 3، طبعا دي صورة flowers، نختار flowers. there are 5 stars، طبعا نختار 5 stars. نكمل. عندنا copy، ننسخ الجملة، تبقى I have one brother، عندي أخ واحد. كده حلينا الوحدة التالتة كلها. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.